السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. هذا البث المباشر هو تكملة مباشرة للحلقة اللي فاتت اللي هضرنا فيها على أخطر موجة ديال الإجرام الرقمي في العالم، مصانع النصب الدولي سكام سنترز. واليوم غادي نمشيو بعيد ونكشفوا شنو وقع بالضبط في نهار 24 نوفمبر 2025 في مدينة مراكش، نهار اللي العالم كامل شد النفس ديالو ودار عينيه على المغرب. داك الصباح مراكش تبدلات على شكل غير معتاد، المدينة اللي العالم كيعرفها بالراحة، البهجة والسياحة، ولات مدينة مشدودة منظمة وكل حركة فيها محسوبة. في بضع ساعات فقط طيارات هبطات وحدة مور وحدة من ماريكان، من الصين، من روسيا، من أوروبا، من خليج ومن إفريقيا. مواكب أمنية، سيارات دبلوماسية، انتشار أمني دقيق، ووجوه كلها جادة. ماشي مؤتمر عادي، كان يوم استثنائي. أكثر من 800 مسؤول أمني عالمي جايين يمثلوا 179 دولة، كلهم جاوا الأرض المغربية باش يناقشوا أخطر تحدي كيواجه البشرية في العصر الحديث: الجريمة الرقمية العابرة للحدود. العالم دابا ما بقاتش كتهدوا القنابل ولا الأسلحة النووية، ولكن كتهدوا الفارة والكلافي. التقارير الدولية كتقول بأن الخسائر العالمية من الإجرام الرقمي في 2024 وصلت ل 9.5 تريليون دولار، ومرشحة توصل ل 10.5 تريليون دولار في 2025. يعني كل دقيقة كيمشي من الاقتصاد العالم 3.2 مليون دولار بسبب الهجمات الإلكترونية. ووسط هذه العاصفة الرقمية خرجت ظاهرة خطيرة سميتها سكام سنترز، مراكز بحال شركات تكنولوجيا ولكن ديال الإجرام. فيها 200 حتى ل 500 واحد خدامين نهار وليل، بزناسون داخل البناية، حراسة مسلحة، وضحايا مخطوفين كيتم إجبارهم ينصبوا الإلكتروني. وحسب تقرير الأمم المتحدة UNODC، أكثر من 70 ألف شاب عبر العالم تعرض للاختطاف وتم إجباره يخدم في هذه المصانع. هذه عبودية رقمية، ديجيتال سليفري حقيقية. الأدوات اللي كيستعملوها مرعبة: ديب فيك باش يصوبوا فيديوهات مزورة، فويس كلونينج باش يسرقوا صوت ولدك ولا بنتك ولا باك، كريبتو فرود باش يسرقوا المليار بلا أثر. والإحصائيات كتأكد بأن استعمال الديب فيك في النصب تزاد ب 900% ما بين 2019 و 2024. وعمليات النصب المرتبطة بالكريبتو تسبات في خسائر ديال 32 مليار دولار ما بين 2020 و 2023. وتحويل مالي واحد كيقدر يدوز عبر 7 دول مختلفة في ظرف ثواني. وحسب Global Anti-Scam Alliance، ضحايا هاد العمليات في 3 سنوات فاتوا تجاوزوا 230 ألف ضحية، والخسائر المباشرة في هاد الظاهرة تجاوزت 75 مليار دولار. والصين قالتها بصراحة في تصريح رسمي: هاد الظاهرة أخطر على الدولة من الإرهاب المسلح. قدام هاد الخطر العالمي اجتمعوا 179 دولة في مراكش باش يصنعوا التاريخ. ومن قلب مراكش خرج القرار العالمي اللي غادي يقلب موازين الحرب الرقمية: إطلاق السيلفر نوتس. هاد السلاح الجديد الهدف ديالو يضرب الجريمة في القلب ديالها: المال. كيفاش؟ بمجرد ما كتكون شبهة في حركة مالية كتطلق الدولة السيلفر نوتس، وفي ثواني الحسابات كيتجمدوا في دول مختلفة، الكريبتو كيتسد، والمحفظات الإلكترونية كتقفل، وكيتقطع النفس على الشبكة الإجرامية. وبهذا النظام الانتربول قدر يجمد في 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار كانت غادي للعصابات الدولية. بالمفهوم البسيط، إلا قطعتي الفلوس كتموت الجريمة بلا رصاصة. المغرب في هذا الحدث ما كانش ضيف شرف، المغرب كان القلب، كان المنصة، وكان قائد النقاش العالمي. التنظيم اللي داروا المغرب كان بمستوى عالمي بشهادة كبار المسؤولين الأمنيين، ووصلوا لدرجة قالوا فيها المغرب دار تنظيم كيبان فيه الاحترافية بواحد الشكل اللي حشم دول كتفتخر بالتقدم ديالها. في ذاك الأسبوع مراكش ما بقاتش مدينة ديال السياحة والضحك، ولات العاصمة الأمنية للعالم. مدينة جمعات فيها أخطر الملفات الأمنية فوق طابلة واحدة،
وسط ثقة دولية كبيرة. والرسالة اللي خرجت من المغرب كانت قوية وواضحة للعالم كامل. العالم ما يقدرش يحارب بوحده، ولكن إلى جمع راسه يقدر ينتصر، واللي جاي قدام أعظم. شكرا بزاف على المتابعة. ما تنساش دير لايك، بارطاجي، واكتب لي رأيك. واش هاد الإنجاز غادي يبدل فعلا مستقبل الحرب على الجريمة الرقمية؟ السلام عليكم ودوزوا بخير.